السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بصوا بقى، هقول لكم على حاجه انا بحبها جدا وبعشقها. انا بحب القهوه. هسمعك والله، بس اقول لهم بس ان احنا هنعمل النهارده. هتعملوا معايا قهوه، انا بعشق القهوه، فانا قلت لازم النهارده تعملوا معايا قهوه. انا بحبها. في ناس بتحبها مظبوط سكر زياده. يعني مظبوط سكر زياده ساده. انا بحبها مظبوط، فهعمل معاكم القهوه. وجمانه ليها شكوى عندكم، هتطفشوها لي من الفيديوهات، هتطفشوها لي. اديهم قلت لكم. قولي بقى اللي عندك عشان انت هتموتي وتتكلمي. كل شويه حد يفضل يقول انا مش عارفه مش مالها، وبيفضلوا يشتموا يقولوا عليا كلام وحش. ايوه، هاتي السكر. انا مالي بقى؟ هاتي السكر. طب ما انا هاخد لك حقك، هاخد لك حقك والله، هاخد لك حقك منهم والله. انا هاخد حقها منكم. بصوا بقى. طب انا بحط بايدي ولا ايه؟ عايزين معلقه يا ماما؟ معلش خاطر ربنا، كسري لي المطبخ. بصوا يا حبايبي، جمانه بنتي انا قلتها كتير 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 جدا. ده معيار كوبايتين، مش بس ما تقولي دي كده تبقى زياده. معيار كوبايتين، فهنحطها ايه؟ معلقتين ونص سكر. بنتي عندها 16 سنه. قلتها كتير يا جماعه. طب يا ستي 17، ما غلطناش في سنه. 17 سنه. تمام كده يا حبايبي. بنتي انا المحتوى بتاعي بأدي نصايح للزوج والزوجه، فانا هقعد اكلم نفسي. فانا جبت بنتي على اساس ان هي زوجه وانا امها وبنصحها بالحاجات دي. وساعات بتطلع اختي، ساعات بتطلع صاحبتي، جارتي، كده على حسب الفكره او النصيحه اللي انا بقولها. فبنتي ملهاش اي دعوه بالكلام اللي انا بطلعه لكم او نصيحه. بنتي مش متجوزه. انتوا مش عايزين تفهموا مني دي. هاتي يا بنتي القهوه. انتوا مش عايزين تفهموا مني دي، فانا عماله اقول لكم والله يا جماعه بنتي ملهاش دعوه بالمحتوى بتاعي. قولوا لي يا بنتي الكوبايه، معلش انا ايه، عشان انا بعملها على نار هاديه، فايه يعني عليت النار في اخر الثانيه، فما ينفعش بقى ان انا اسيبها كتير الفيديو كده ياخد مع وقت، يزهقوا مني. فانا ايه يعني على قد ما بقدر. انا بحب القهوه كده يغلي شويه، بس حلو تمشي معقول. والله جميله تحفه. تعالوا شوفوا معايا قهوه. بصوا بقى، زي ما قلت لكم جمانه ملهاش دعوه باي حاجه في المحتوى. بنتي ما عليها انا لازم تيجي، وبعدين الناس يجوا ليه هي بتشتكي لك. هي كل شويه تقولي للبنات، تقولي للحريم يعني خلوا بالكم من ولادكم وما تخلوش يشتكوا. يا حبيبتي انا بقول كده وبنصح بكده وطول عمري هقول كده. طب هي لو ما جاتش قالت لي انا هقدم لكم ايه؟ ما هي لازم تيجي تشتكي عشان انا اعرف ارد عليها، ولا ما تشتكيش او ما تقوليش او ما تعمليش. يا حبايبي ده محتوى مش حقيقه. حاجه تاني، يعني انا بدي بس معلومه، حاجه تانية او نصيحه. الحاجه التانية، انا بنتي ولا بتيجي تشتكي ولا انا مش عايزاها. في امهات كتير بتبقى زهقت من عيالها من لتهم وعجنهم وعلى طول شكايين وكده، وده اللي انا بقدمه. الام بتبقى زهقت، فانا بقدم عشان الام، بعرف البنت امك بتزهق بتتعب، مش اكتر ولا اقل. يا ريتكم يكون وصل لكم ده. ما تزعليش يا جمال. زعلانه؟ لا، عشان هي مش عايزه تتصور معايا. يا جماعه حرام عليكم. كل سنه وانتم طيبين.